فيلم الليلة الأخيرة 1964. لو بتحبوا الأفلام القديمة زيي أو عندكم فضول ليها وفضول تشوفوا مصر زمان وأفلام الزمن الجميل فشوفوا معايا القصة دي، وعايزة أقول لكم إن الفيلم تحفة تحفة، متأكدة إنه هيعجبكم جدا وهتستغربوا إن الأفكار دي كانت موجودة سنة 64. بيبدأ الفيلم بنادية اللي بتحاول تصحى وتفوق بدري لأن النهاردة 5 أكتوبر سنة 42 وده بيبقى يوم فرحها على خطيبها صلاح اللي بيشتغل ضابط في الجيش، وبتقول في عقلها امتى الحرب بقى تخلص ونخلص من الغرض دي وصلاح كمان يقدر يجي يقضي معايا وقت اطول. لكنها لما بتفوق بتلاحظ انها في اوضه غريبه مش في بيتها يعني اللي تعرفه، وبتشوف صورتها مع بنت اصغر منها فبتقول مين دول، يعني هي ما تعرفتش على نفسها، وبتلاقي في ايدها خاتم جواز غير خاتم خطوبتها. وبتستغرب بعد كده لما بيطلع من حمام غرفه النوم شاكر جوز اختها فوزيه، تفضل مصدومه كده لحد ما شاكر بيقول لها ان عندهم حاجات كتير النهارده وان لو احتجتي حاجه ابقي كلميني على المكتب يا فوزيه. الله، هي مش قالت ان اسمها ناديه؟ فبتستغرب وبتقول ازاي شاكر يتلخبط بيني وبين فوزيه مراته، يعني فوزيه دي المفروض اختها، وبتقول انها لازم تشوف ابوها او خطيبها صلاح ينجدوها من الكابوس ده. بس لما بتقوم تلبس بتلاقي ان الهدوم دي مش بتاعتها رغم انهم مقاسها، ولما بتنده الشغاله وتسالها عن هدومها بتقول لها دي هدومك يا هانم، فبتتخانق مع الشغاله وبتلبس اي حاجه وبتبص في المرايه فما بتتعرفش على نفسها، وشكلها زي ما يكون كبرت في يوم وليله 20 سنه. فبترن على رقم ابوها، وزمان لما كان حد بيرن على حد بيبقى في عامل كده تليفونات بيوصل المكالمه ببعضها. المهم هي المفروض بترن على رقم بيتها اللي في اسكندريه، وبتكون معتقده انها برضه في اسكندريه، لكن بتفهم من العامل انهم في القاهره مش اسكندريه. وبعدها بتيجي البنت اللي كانت في الصوره وبتنده على البطله بماما، وبتبقى دي ساميه اللي المفروض تبقى بنتها. فبتطلع البطله تلم اي هدوم كده عندها عشان تسيب البيت المجنون ده، والشغاله بتقول لها حرام يا هانم تسيب البيت وفرح بنتك ساميه، دي فضيحه ليها ولشاكر بيه. والشغاله بتفتكر ان البطله عايزه تسيب البيت عشان مش راضيه عن العريس وعن الجوازه، فبتقعد فعلا البطله عشان تفهم اخره اللي بيحصل ده ايه. والمفاجاه بتكون لما بتشوف في الجرايد ان تاريخ النهارده هو 11 ابريل سنه 57 رغم انها فاكره انها في اكتوبر سنه 42، يعني ببساطه في فرق 15 سنه بين التاريخين. وبتتصل تاني على رقم ابوها اللي في اسكندريه وبتسال على فيلا برهان صادق، وبيقولوا لها ان مفيش حد بالاسم ده في اسكندريه. وبالليل بيبقى فرح ساميه اللي هي المفروض بنت البطله، وبتفضل البطله تايهه ومش عارفه اي حد من المعازيم اللي كلهم بيندهوها بفوزيه وبتكلموا معاها كانهم يعرفوها من سنين. وبعد الفرح بتكلم شاكر وبتقول له يا استاذ شاكر انا عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي، انا مش فوزيه. فهو بيقول لها بضحك امال انت مين؟ انا ناديه برهان صادق. مش معقول مش عارفني، انا اخت مراتك فوزيه. فهو بنفس الاستهزاء بيقول لها لا ما اعرفش والله واحده اسمها ناديه. فبتقول له ازاي، انا النهارده فرحي على صلاح وانت امبارح جيت من السودان مع اختي فوزيه عشان تحضروا الفرح. فبيقول لها ممكن تبطلي تخاريف يا فوزيه، انت مراتي واحنا متجوزين لنا 20 سنه. فبيعتقد انها مرهقه او شاربه يعني حاجه، وبياخدها على قد عقلها وبيقول لها احنا عايشين يا حبيبتي في الفيلا دي من 10 سنين، وقبلها كنا في السودان انا وانتي واتجوزنا سنه 39. فبتقول له لا انا فرحي على صلاح كان سنه 42 وكان عندي 17 سنه وقتها، مش معقول اتجوزتك وانا عندي 15 سنه يعني وخلفت كمان، وانا مش عايزاكم تتلخبطوا. البطله صحت من النوم مش فاكره اخر 15 سنه في حياتها وعلى حسبتها فهي المفروض عندها 32 سنه واسمها ناديه. اما شاكر فبيقول لها انها مراته فوزيه والمفروض ان عندها دلوقتي 37 سنه، والمفروض انهم اتجوزوا في السودان لان شاكر كان موظف في السفاره هناك، ومنها يعني اتعرفوا واتجوزوا وخلفوا بنتهم. والبطله هتتجنن ازاي هي فاكره انها ناديه وفاكره ادق التفاصيل عن حياه ناديه ومش فاكره فوزيه دي خالص. وشاكر بيقول لها تبطل اوهام بقى وبيسيبها وبتمشي. وتاني يوم بيقوم شاكر من النوم وبيلاقي البطله نايمه في غرفه تانية ولسه مصره انها ناديه. فبيقول لها انا فاكر ان تخاريف امبارح دي كانت من الشرب، بس لو مصره فدي صورك مع ساميه بنتنا من صورها وده عقد جوازنا ودي هويتك الشخصيه. وهنا البطله بتقول في عقلها ان كل حاجه بتثبت فعلا انها فوزيه، وانها لو اتكلمت هتبقى مجنونه في نظر الناس ولو سكتت هتبقى مجنونه في نظر نفسها. وبتقرر انها تسكت وتجاري الوضع لحد ما تفهم في ايه. وبتفضل الحياه كده بينها وبين شاكر لحد في يوم بيقول لها انه هيسافر اسكندريه عشان عنده شغل هناك، فبتنتهز الفرصه وبتقول له انها عايزه تسافر معاه عشان تغير جو، بس طبعا احنا عارفين انها معتقده انها من اسكندريه فعشان كده عايزه يعني ترجع لهناك. وفي اسكندريه بعد ما شاكر بيروح يخلص شغله هي بتنزل على طول عشان تدور على الاماكن اللي هي فاكره انها كانت عايشه فيها، وبتروح لفيلا والدها وبتبقى فعلا فاكره كل الشوارع والطرق بالظبط. بس لما بتوصل للبيت مش بتلاقيه وبتلاقي مكانه عماره، لكنها بتشوف كشك كده جنب البيت وبتبقى عارفه الكشك ده، بتقول ده كشك عم محروس. ولما بتروح الكشك بتلاقي ست فيه، ولما بتسال عن عم محروس بتقول لها الست انه مات، يعني كده البطله عندها حق ده كان كشك عم محروس فعلا. ولما بتسالها عن فيلا برهان باشا بتقول لها الست دي انها هنا في الكشك من 10 سنين وان الارض دي كانت فاضيه بس كانوا بيقولوا عليها انها ارض برهان باشا، وبعدها اتبنت العماره مكان
سكن الارض. وبتتاكد كده البطله ان ذكرياتها صحيحه، وبتطلع على بيت صلاح اللي هو المفروض كان خطيبها، وبتلاقيه فعلا وبيكون نفس الراجل اللي كانت فاكراه، بس يعني اكبر شويه في السن. ولما بتقف قدامه بتساله لو يعرف واحده اسمها ناديه برهان، بيتنح كده وبيقول لها لا معرفش حد. وبتيجي مرات صلاح وبتندهه، فالبطله بتمشي وهي مستغربه ازاي ما افتكرهاش. لكن بعد شويه بيحصلها صلاح ده بعربيته وبيقول لها انا اسف، انا بس ارتبكت، وانه فعلا كان يعرف واحده اسمها ناديه. وبيحكي لها بقى ان ناديه دي كانت خطيبته وانها فيها شبه كبير منها، وبيقول لها ان ناديه ماتت. اوبا. وهي طبعا مش بتقول له انها فاكره نفسها ناديه، بتقول له بس انها قريبه ناديه وكانت مسافره بره البلد. وبيكملها صلاح ان يوم الفرح هو اخد اجازه من الجيش، ولما وصل لناديه لقى البيت كوم تراب لان اتضرب في غاره، وانه عرف ان ناديه ماتت وكمان ابوها مات. ودي كانت الصدمه الثانيه للبطله، ان الاب اللي بتدور عليه من اول الفيلم عشان ينجدها للاسف مات. ولما بتساله عن فوزيه بيقول لها ان دي اخت ناديه على حسب ما هو فاكر، لكنها طول عمرها كانت في السودان وهو عمره ما شافها. وبتاخد عنوان المقابر بتاع ناديه ووالدها، وتروح هناك فعلا وبتشوف قبرها بعينيها وكمان قبر ابوها. وفجاه في ايد بتلمسها وبيكون ده شاكر، وبيقول لها خلاص عرفت الحقيقه. فبتقول له ناديه ماتت بالرغم من كل اللي انا فاكراه عنها. ولما بيسالها اذا كانت قابلت صلاح فبتقول له وقال لي ان ناديه وابوها ماتوا، وانها ما رضتش تقول له هي مين لا يفتكرها مجنونه. وبتقول له ليه خبيت عني ان ناديه اختي وانها ماتت هي وبابا؟ فبيقول لها كنت مستنيكي تتحسني واقول لك، لان يوم وفاتهم جالك انهيار عصبي وتعبتي، ولما فجاه فقدت الذاكره خفت اقول لك الاخبار دي لتتعبي اكتر. وبياخدها وبيرجعوا مصر، وبتطلب منه انه يشوف لها دكتور يعالجها من اوهامها. وبعدها بيجي لها برقيه من بنتها ساميه تطمن فيها عليها وعلى صحتها، وبتفهم هي من البرقيه انها تعبت قبل فرح ساميه بيوم. ولما بتسال الشغاله عن التعب ده بتقول لها ان قبل الفرح بيوم لما كانت ساميه بتقيس الفستان هي جت عشان تشوفه، ولكنها اول ما شافت ساميه بالفستان تعبت واغمى عليها. وبعد ما فوقوها وهدوها هي فضلت نايمه لتاني يوم اللي هو يوم الفرح، لما كانت بتصحى وهي فاكره انها ناديه. وده اول مشهد كان في الفيلم. واعصابها بتتعبها اكتر، وبتفضل تضغط على شاكر عشان يشوف لها دكتور، لكنه بيتهرب منها وبيطلب منها تخرج وتشوف الناس. فبتعمل كده فعلا، لكنها بتتعب اكتر لانها مش فاكره اي حاجه عن اي حد، والناس بتفضل تكلمها وهي مش عارفاهم. فبتسوق عربيتها وبتعمل حادثه بسيطه مع شخص معرفه كده كانت شافته في فرح بنتها، لكنها طبعا مش فاكراه ومش فاكره حتى انه دكتور. فبياخدها هو على عيادته وبيعالج لها الجرح بتاعها، لكنه بيلاحظ انها متغيره وتعبانه، فبينصحها انها لازم تعالج نفسها عند دكتور، وبيصر انه يوصلها البيت. فهي بترتاح له كده وبتقول له انها صحت من النوم مش فاكره اي حاجه عن حياتها وعن اخر 15 سنه في عمرها، وانها معتقده انها واحده تانية اسمها ناديه. وبتفهمه ان ناديه دي ماتت وهل ممكن تكون روحها يعني تلبستها، وبتحكي له كل الحكايه. فهو مش بيحب يهول الموضوع، بيقول لها انها ممكن تكون بس مش سعيده مع جوزها وفي حياتها، فبتتوهم انها حد تاني سعيد في حياته. وبيقول لها انه بكره يفوت عليهم ويتكلم مع شاكر جوزها عشان يفهم منه اكتر عن طباعها في ال 15 سنه اللي فاتوا. لكن اللي بيحصل ان شاكر بيشوفهم هم راجعين سوا، فبيتضايق جدا. حتى لما البطله بتشرح له الحادثه واللي حصل وان الدكتور مجدي مستعد يساعدها في مشكلتها، بيقول لها انت كده هتفضحيني والناس هتقول عليكي مجنونه. وبيقول لها كمان انه مش عايز دكتور مجدي يجي البيت ده ابدا. فالصبح بتكلم شاكر مع دكتور مجدي في التليفون، وبيقول له ان البطله دي مجنونه وان ده مرض وراثي في عيلتها، وان امها ماتت بنفس المرض، وانه عرضها على اكتر من دكتور لكن من غير اي فايده. وبيطلب منه انه ما يتدخلش يعني في الموضوع. لكن المشكله ان البطله بتسمع المكالمه، ولما بتواجه شاكر بيتعصب عليها وبيقول لها انها هتموت موته امها، يعني هتموت مجنونه. وهنا البطله بتنهار وبتقرر انها تخلص من الكابوس ده، وبتروح تاخد كميه كبيره من الحبوب. ولما الشغاله بتيجي تشوفها بتلاقيها مرميه على السرير ما بتتحركش، فبتروح على طول تتصل بدكتور مجدي يجي ينقذها. وبيجي فعلا دكتور مجدي وبيقدر انه ينقذها، وبيفضل جنبها لحد ما بتفوق، بيحاول يتكلم معاها ويهديها. وفي الوقت ده بيوصل شاكر وبيتجنن لما بيعرف ان دكتور مجدي هنا، لدرجه انه من غير ما يفهم حاجه بيطرده من البيت. لكن مجدي قبل ما يمشي بيفهمه ان البطله حاولت تموت نفسها. فشاكر بدل ما يتفهم الموضوع بيبص للبطله بكل شر، لدرجه انها اترعبت منه وفضل يتعصب عليها ويتهمها بالجنون وانها مش هتسكت غير لما تفضحه. فبتقول له ان تصرفاته دي بتاكد لها انها ناديه مش فوزيه. وعند دكتور مجدي فبيروح لدكتور كبير في الامراض النفسيه والعصبيه وبيشرح له حاله البطله. فبيطلب منه الدكتور ده انه يشوفها، وبيقول له مجدي انه هيحاول. اما عند شاكر فاعصابه هو كمان بتتعبه من كل اللي بيحصل حواليه. وبيشوف البطله وهي واقفه في البراندا، فبيروح يتكلم
معاها وبيعتذر لها عن عصبيته، لكن البطلة لما بتلتفت له بتلاقيه رافع ايده وكأنه هيزقها، ولما بتخاف منه وبتقول له انه عايز يتخلص منها بيتعصب شاكر عليها اكتر وبيضربها وبيتهمها بالجنون، وهي بتجري للشارع وهو بيحصلها. لكن لما بيلاقي ان الناس هتتفرج عليهم مش بيهمه غير مظهره، وبيرجع تاني البيت وبيروح يكلم دكتور مجدي وبيقول له ان البطلة كانت هترمي نفسها من الفرندا، وانه لما جه عشان ينقذها اتهمته هي انه عايز يتخلص منها وهربت كمان من البيت، وبيطلب من دكتور مجدي ان لو البطلة راحت له انه يعني يبلغه ويطمنه. وفعلا البطلة بتروح لدكتور مجدي، ولما بيروح عشان يطمن شاكر عليها بتطلب منه البطلة انه ما يقولوش انها عنده، وبتحكي له اللي حصل، ودكتور مجدي بيبقى محتار ما بينهم، فبيقرر الدكتور انه لازم يحولها لمصحة نفسية وهناك تبقى تحت اشراف طبي، وبعدها يتاكدوا اذا كانت البطلة بتتوهم ولا جوزها هو اللي بيكذب. وفعلا البطلة بتوافق على الاقتراح ده، وبعد ما بتدخل المصحة بيبلغوا شاكر بمكانها، فبيتجنن اكتر وبيبقى عايز يخرجها من المصحة دي باي شكل، فبيقول لدكتور مجدي انه موافق انه يخرجها بس لازم يعملوا محضر الاول والشرطة تتدخل لان دي محاولة انتحار وهو لازم يخلي مسؤوليته. فهنا شاكر بيقلق وبيوافق فعلا انها تفضل في المصحة. واليوم اللي بعده بيدوا البطلة ادوية تخليها تسترخي، ويعني تقول لهم ايه اخر حدث حصل هي فاكراه. ومن تأثير الجلسات النفسية بتبدأ تفتكر شوية تفاصيل زيادة، فبتقول لهم من اخر حاجة هي فاكراها انها نادية، وان اختها فوزية اكبر منها بكام سنة، وانها حبت شاكر واتجوزته غصب عن اهلها، يعني تقريبا هربت معاه واتجوزوا وعاشوا في السودان، وان علاقتهم فضلت مقطوعة لحد فرحها لما ابوها قرر يسامح فوزية وشاكر ويعزمهم على الفرح. وان الليلة اللي قبل فرحها هي راحت تجيب شوية لوازم للفرح، ولما رجعت لقيت هانم الخياطة بتقيس الفستان لفوزية اختها لانهم نفس المقاس وهي اتأخرت يعني، فالخياطة قالت تكسب وقت عشان تروح بسرعة، وخصوصا انهم وقت حرب ولسه ما كملتش كلامها سمعت انذار الغارة، وده معناه انهم لازم يطفوا النور بسرعة ويستخبوا في البدروم. وبيبقى اللي موجود في البيت هو الاب ونادية وفوزية والخياطة. وعلى اخر لحظة قبل ما يستخبوا فوزية بتبقى عايزة ترجع الأوضة عشان تغير فستان الفرح، وفي اللحظة دي بيبدأ القصف، وبتنهار نادية لما بتفتكر لحظة موت اختها فوزية، وبتبقى دي اخر حاجة هي قدرت تفتكرها. في الوقت ده بيوصل شاكر للمصحة وبيسمع من ورا الباب شوية حاجات من اللي البطلة قالتها، وبيستخبى في بلكون متوصل بغرفة الكشف، وبيسمع رأي الدكتور عماد صاحب المصحة وهو بيقول لمجدي ان جايز جدا تفسيرهم لحالة البطلة يكون غلط، وتكون هي عندها حق وتكون نادية فعلا، وانها وقت الغارة فقدت الذاكرة، وان يوم فرح سامية لما الظروف كانت مشابهة لليلة فرحها ده خلاها تفتكر ماضيها وتصحى من النوم وهي نادية وكأن مفيش سنين عدت في النص. وهنا بيقول دكتور عماد انهم محتاجين شخص من ماضي البطلة يقطع لهم الشك باليقين زي صلاح خطيبها، لانه يجوز ما تعرفش عليها اول مرة لانه معتقد انها ماتت من 15 سنة، فما توقعش يعني انه يشوفها. او هانم الخياطة بما انها شافت نادية وفوزية فهي تقدر تأكد لهم البطلة تبقى مين. وهنا بيقرر دكتور مجدي انه يسافر اسكندرية فعلا ويشوف بنفسه هانم الخياطة، وشاكر طبعا بيقدر يعرف كل اللي دار بينهم، وبيسمع كمان التسجيل بتاع الجلسة، وبياخد مجدي عنوان هانم الخياطة من البطلة اللي بتصر انهم يسألوا الخياطة هانم مش صلاح خطيبها لانه دلوقتي اتجوز، فهي يعني مش عايزة تلخبط له حياته، وان الخياطة لو مهدوا لها ايه اللي بيحصل فهي اكيد هتتعرف عليها وهي راضية بحكم الخياطة. والصبح بيروح مجدي اسكندرية وبيتكلم مع هانم الخياطة وبيشرح لها كل حاجة، فهي بتقول له ان يوم الغارة هي ما شافتش اللي ماتت، عشان كلهم كانوا محجوزين في مستشفى المواساة، لكنها عرفت ان نادية ماتت وفوزية هي اللي عاشت، فبيطلب منها مجدي انها تيجي مع القاهرة تتعرف على البطلة وانه هيرجعها تاني اسكندرية في نفس اليوم، فهي بتوافق وبيسيبها تجهز، وبيطلع هو على مستشفى المواساة، فبيطلع مدير المستشفى معرفة ليه، فبيطلب منه سجلات نادية او فوزية اللي من 15 سنة، وطبعا بسبب طول المدة فياخدوا وقت عشان يوصلوا للسجلات دي، فبيطلب مجدي من صديقه انه لو وصل لحاجة يبعتها له على عنوانه في القاهرة. فبيرجع لهانم الخياطة وبياخدها للمصحة في القاهرة، وبتبقى البطلة قاعدة على اعصابها وهي مستنياهم، ولما بيوصلوا هانم اول ما بتدخل الغرفة بتقول لها فوزية سلامتك يا بنتي، فالبطلة بتنهار وبتتهمها بالكذب واعصابها بتنهار تماما، وبيجي شاكر في اللحظة دي عشان ياخدها، فهم خلاص بيوافقوا لان كل شكوكهم فيه طلعت كده، وبيروح فعلا عشان ياخد البطلة تروح معاه. وقبل ما يمشوا من المصحة بتشوفهم هانم الخياطة فبتسلم عليهم وبتقول لشاكر خلي بالك منها وودنا وما تنسناش، والكلمة بترن في ودان البطلة. اما عند دكتور مجدي فهو كمان كان هيتجنن لانه كان مصدق البطلة جدا، وفي الوقت ده بيوصله تلغراف من اسكندرية بيغير كل حاجة. اما عند البطلة في بيتها مع شاكر فبتقول له انت تعرف هانم الخياطة منين، وهي اول مرة تشوفك ازاي تقول لك ودنا وما تنسناش وازاي تندهك باسمك، وبتفضل تتخانق معاه وتضغط
بتضغط عليه وبتقول له انها تفضل تدور على الحقيقه لاخر يوم في حياتها. فبيتعصب عليها وبيقول لها ايوه يا ستي انا رحت الهانم واشتريت سكوتها بالفلوس، عايزه ايه بقى؟ فبتقول له يعني انا ناديه. فبيقول لها انت وقتها لا كنت ناديه ولا كنت فوزيه، انت كنت واحده ميته مرميه في مستشفى. وبيحكي ان يوم الغاره وبعد اللي حصل كل الناس كانت بتقول له العروسه ماتت العروسه ماتت، وده لان فوزيه كانت بتقيس الفستان فالناس اعتقدت انها العروسه. وانه لما دخل عليها وهو شايل بنته اللي عمرها سنه اكتشف انها ناديه وان مراته هي اللي ماتت، فكتب في سجلات المستشفى انها ناديه فعلا. لكن بعدها فكر انه خسر مراته وان ناديه حاليا ورثت ثروه ضخمه وبلا ذاكره ولا هويه، فليه ما يستغلش الموضوع ده والثروه كلها تبقى بتاعته. وهنا بتقرر البطله اللي اتاكدنا اخيرا انها ناديه انها تبلغ الشرطه. فبيكتم شاكر نفسها وبيقول لها انت حاولتي تنتحري قبل كده فانا هخلص عليكي قبل ما تخلصي عليا، وكل الناس هتفتكر ان انت اللي عملتيها. وبيفقدها الوعي وبيقول للشغاله تحضر الحمام للهانم وبيدخلها الحمام وبيفتح عليها الغاز وبيقفل الباب من جوه وبيخرج هو من الشباك وبينزل لتحت عشان يبين قدام الخدم انه كان تحت. لكن في الوقت ده دكتور مجدي عرف من سجلات المستشفى اللي اتبعتت له في التلغراف ان اللي نجت هي ناديه، فبيروح عشان يلحق هانم الخياطه قبل ما تركب القطر وبيواجهها بكذبها. فبتعترف له انها شهدت كذب بالاتفاق مع شاكر لانه ترجاها ما تخربش بيته، ومع ضغطه عليها بتقول له انها مستعده تشهد بالحقيقه. فبياخدها وبيروح لناديه وشاكر الفيلا بتاعتهم وبيواجهوه بالحقيقه اللي عرفوها وبيطلبوا من الشغاله انها تنده لهم البطله. فبتنزل تصوت لهم الشغاله ان الست في الحمام وما بتردش عليها وقافل على نفسها. فبيروح مجدي جري عليها وهنا شاكر بيحاول يمنعه بحجه الخصوصيه، فبيضربه مجدي وبيطلع للبطله وبيكسر الباب. وكان شاكر طبعا هرب وبيقدر مجدي انه ينقذ البطله ناديه. وبعدها بيجيله خبر ان شاكر عمل حادثه وغالبا هو اللي عمل كده في نفسه عشان مستحملش ان جريمته تتفضح وتوفى. فبيروح مجدي يبلغ الخبر ده لناديه اللي بتقول له خلاص انا فوزيه عشان ساميه ما تتفضحش، هي ملهاش ذنب في كل اللي بيحصل، انما بيني وبينك انت بس هكون ناديه. وبيخلص الفيلم على كده. وبس كده انا هاجر ودي قناتي. لو عجبكم المحتوى اعملوا اشتراك ولايك ورشحونا لاصحابكم وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفيلم وشفتوه قبل كده ولا لا. سلام.